نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. أصبحت على عاتق هذا اللاعب أطهر الطاهر للهلال. لعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجه كوس مثل النادي الأهلي. مش ممكن على هذه الأسطورة الأهلاوية، لا يستسلمون، يلعبون لآخر لحظات. ربك يحبهم والكرة تحبهم وهم يحبوا أنفسهم، ولذلك دائما يفوزون. سنوات تمر، سنوات تتكرر. بالحق الآن أعتقد أكثر في روح الفنانة الحمراء، في بركات القميص الأحمر يا الأهلي، في أسطورة اسمه النادي الأهلي. مترجم مترجم أحداث 4 يا عيني ده اتصدم. أنا حرامي يا ناس. عايز اخد بيانات الشخص ده يا فندم. لازم تقول لي اسمه عشان اعمل ضده بيان. انا عرفت شفت بعيني محدش قال لي. من حيث الألقاب الخارجية لا يتفوق عليه إلا ريال مدريد صاحب هذا الملعب، وثانيا الأهلي المصري. يا عراقة الأهلي المصري، يا إنجازات الأهلي المصري، ثاني أكثر نادي في العالم بعد ريال مدريد من حيث الألقاب الخارجية، يعني الألقاب خارج بلاده، وهذا يوضح مكانة الفريق المصري الكبير النادي الأهلي.